فالموز المستوي قوي ده اللي ولادك مش بيحبوه، تعالي نحوله لهم لاكتر حاجه هما بيحبوها ويشتروها من بره. بخلاف ان الموز المستوي ده الدكاتره قالوا عليه ان هو بيبقى فيه بكتيريا نافعه حلوه جدا ومقاومه لخلايا السرطان، اللهم عافينا واشفي مرضانا يا رب. اول حاجه هناخد الموز المستوي ده نحطه في الفريزر لحد ما يتجمد تماما، وبعد ما يطلع نحطه بس في الميه يفك يا دوب بس كده عشان اعرف يعني القشره بس اللي تفك منه، مش هو نفسه اللي يفك، ويفضل مجمد زي ما هو كده. وبعد كده بقى هنقطعه ترنشات كده او سلايسز كده ونحطه في الخلاط، ونحط عليه كوبايه زبادي واحده صغيره، وهنحط معلقتين كبار كريم شانتيه، وكمان هنحط عصير نص ليمونه، علشان انا عندي الموز او اي فاكهه او اي خضار فيه حديد بيسمر بسرعه جدا، فاحنا بنحط نص الليمونه علشان لونه يبقى حلو وما يغمقش مني جدا ويبقى غامق كده وشكله مش ظريف خالص. بعد كده بقى حطيت كمان ربع معلقه صغيره فانيليا عشان تدي طعم حلو برضو، تعزز الطعم عندنا. وبعد كده اضربه في خلاط. هتلاحظي في الاول ان هو يعني صعب شويه عشان طبعا الموز بتاعي مجمد، فهيبقى مش راضي يمشي كويس، بس افضلي بقى يعني كل شويه بوقف الخلاط بس واروح بالمعلقه بتاعتي او السباتيولا اي حاجه بقى، وتروحي مقلبه من تحت كده علشان يشتغل اكتر، يعني ما يقفش الخلاط. وبعدين انا ما حطيتش سكر في الاول لان عندي الموز بتاعي كان مسكر جدا، فقلت ممكن ما احتاجش، بس بعدين دقته لقيت ان هو محتاج شويه، فحطيت بقى السكر، وكنت لسه الفانيليا مش حطيتها فزودتها كمان بقى، وزودت معلقه كبيره لبن بحيث ان يندمج، لان زي ما انتم شايفين الخليط بتاعي تقيل وانا عايزاه تقيل زي ما كده زي ما هو. فتخيلوا بقى لو يعني الطريقه دي بتمشي مع الفواكه كلها او اغلبها اللي موجوده دلوقتي الصيفيه، اعملوا بالطريقه دي. حطوا الفاكهه بتاعتكم، حطوا عليها الكريم شانتيه، حطوا عليها علبه زبادي، شويه لبن، واضربوا ده كله مع شويه سكر بقى، ظبطوا السكر بتاعه بس كده. هتروح حاطينه على الفريزر، المفروض ان هو ياخد 6-7 ساعات، يا سلام لو بيتوه في التلاجة من بالليل. بس انا ولادي كانوا مستعجلين فانا ما سبتوش المسافه دي كلها بصراحه، انا 2.5 كده وطلعته، وكان يعني اللي هو متماسك شويه مش متماسك قوي لان هو مش صابرين، فقلت لهم خلاص انتوا احرار، طلعته حتى وريته ليهم يا ولاد لسه مش متماسك قوي، لا عايزين ناكله، احنا عايزين ناكل ايس كريم، لان هم كانوا واقفين على دماغي وانا بعمله اصلا ومتحمسين بقى يدوقوه. المهم انا حاولت عشان التصوير يعني احاول اظبط شكله شويه، بس ما علينا كان لسه مش متماسك قوي فالشكل مش ظريف، بس طعمه كان حلو جدا برضو. فاكيد لما كان هيجمد كان هيبقى كمان احلى في الشكل والقوام بتاعه، بس هو خطير يعني، فسيبوه يتجمد براحته. بصوا بقى بجد منعش، ويعني حاجه نظيفه انت عاملاها في البيت وحاجه مفيده كمان، وحاجه كمان يعني وفرنا. ان عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك يا حبايبي، وكمان تتابعوني وتنوروني وكومنت لذيذ منكم كده. شكرا قوي، سلام عليكم.